مرحبا بكم في قناة قصص المجهول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير وكي دايره؟ كنتمنى يا ربي تكون بخير وعلى خير، ومرحبا بك على قناتي المتواضعة. شكرا لاي شخص كيخلي لي تعليق، شكرا ليك بزاف بزاف، كتاخذ من وقتك باش تخلي لي تعليق، وانت سبب استمراري في هذه القناه لا يخطيكم عليا. فما تبخلوش عليا بجيم باش تشجعوني، تعليق 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 والاشتراك في القناه باش يوصل لكم كاع الجديد. وقعت هاد القصة في الثمانينات. كنت وقتها طفلة في 9 من عمري. كان يعيش مع عائلتي في أحد المدن الصغيرة في المغرب. دارنا كانت عبارة عن 2 طبقات وسطح كنا كنربيو فيه الدجاج، وكان فيه فران بلدي وغرفة مهجورة. ديك الغرفة اللي كنجمعو فيها كاع الحوايج الغير مستعملة، وأنا كان كيعجبني نلعب في السطح. فوق ما كان كيكون عندي وقت خاوي كنطلع له، وفي كل مرة كنت نطلع كنت كنلقى مرا لابسه الكحل وجالسه فوق واحد الحجره، ولان السطح كان عندنا مشترك مع الجيران فكانت كتجيني عادي. وفي واحد النهار كنت كنجمع البيض، وكانت اول مره غادي توجه لي الهضره وسولتني: شنو كديري يا بنتي؟ رديت عليها ببراءه: كنقلب على البيض في الخشه خالتي. وهنا عطاتني لقيد وقالت لي: لعبي بهذا بنتي وشعلي النار. ما فكرتش حتى ثانيه وخديت منها لقيد وشعلته في واحد العود. رميت العود في الخش والنار بدات كتشعل بشويه بشويه. كنت عارفه راسي هادشي اللي كنديرو ما مزيانش، ولكني ما كنتش فاهمه شنو واقع. شفت فيها وانا مخلوعه. قالت لي وهي مبتسمه: ما تخافيش، نفخي فيه باش يطفى. وفعلا سمعت ليها الهضره ونفخت فيه، ولكن فاش نفخت فيه النار زادت، ونفخت فيه اقوى باش يطفى، ولكن ما طفاش، بالعكس النار زادت كتر وكتر. شويه وخالتي حلت باب السطح وهي كتغوت، وبسرعه خدتني من وسط النار وانا مصدومه باللي وقع. وكنشوف ديك المره داخله لديك الغرفه المهجوره اللي فوق السطح. ومن بعد جات سياره الاطفاء والبوليس. بقاو اكثر من ساعه وهما يحاولوا يطفئوا النار، وواحد من خوالي تحمل المسؤوليه كامله وقال لهم انه كان كيكمل كارو وتسبب باشعال النار من غير قصد. من بعد حكيت لعائلتي شنو وقع، وبطبيعه الحال تحت ما تيقني وعاقبوني وحلفوا لي ما نطلع للسطح بوحدي. في داك الوقت ما كنتش خايفه، حيت داك المراه بصح عمرها ما هضرات معايا، ولكن كانت كتعاونني في بزاف ديال الحوايج. كانت كتجمع معايا شي مرات البيض، وكانت كتساعدني في نقل الحوايج الثقال. كانت كتبعد عليا الديوك الروميه المتوحشه اللي كانت كتهاجمني دائما وتجري مورايا باش تعضني. فما كنتش خايفه منها، وكنت باغا غير نرجع نطلع للسطح باش نشوفها ونسولها علاش عطاتني الوقيت باش نشعل العافيه. واخا كلشي قال لي انه ما كان حتى حد في السطح من غيري، وفاش طفاو النار ما لقاو حتى شي جثه لا في السطح ولا في الغرفه المهجوره. جدتي اللي كتعيش في الباديه جات عندنا من بعد ما سمعت القصه، وطلبت مني نعاودها ليها من الاول حتى الاخر. ومن بعد ما سمعتها شافت في خوالاتي شوفها في شكل، تبادلوا نظرات ما فهمتهاش ليومنا هذا، وقرروا يسدوا السطح على الكبير والصغير بصفه نهائيه. وبقات هاد المراه علامه استفهام بالنسبه ليا. ما عرفت شكون هي وعلاش بغات تشعل النار في الدار رغم انها كانت كتعاونني. واش كانت بصح ولا انا حماقيت، ولا كان واقيلا خيال ديال الصغر؟ ولكن واخا دازو اعوام واعوام مازال كنتفكرها، مازال كنتذكر ملامحها وتجاعيد وجهها بحال قصه وقعت يلاه البارح. وهكذا كتنتهى قصتي بدون نهايه. الا كنتي بلاصتي شنو كنتي غادي دير؟ وشنو كان غادي يكون الموقف ديالك؟ الا درتي قصه كتشبه قصتي ما تنساش تشاركني بها في التعليقات. شكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله.